قبل مشاهدتك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر خيار تنبيه الإشعارات ليصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين ومشاهدين قناة سكيورتي عمان. في هذه الحلقة إن شاء الله راح أشرح لكم عن أداة جميلة جدا يمكنك تنزيلها في الكالي لينك لتسهيل بعض عمليات الاختراق، وبها أشياء ومميزات جميلة جدا. لتنزيل هذه الأداة قم بالذهاب إلى التيرمينال وقم بتغيير المسار إلى الديسكتوب بكتابة هذا الأمر cd ديسكتوب. بعد ذلك قم بكتابة هذا الأمر git كلون، وقم بوضع هذا الرابط هنا. هذا الرابط راح تجدونه أسفل الفيديو. بعد ذلك قم بالضغط على انتر. راح ننتظر قليلا لحد ما يقوم بتنزيل الملفات هنا. مثل ما تلاحظوا هنا تم تنزيل الملفات. الآن راح نقوم بتثبيت هذه الأداة. قم بكتابة الأمر ls. بعد ذلك قم باستعراض الملفات في ملف اسم الأداة ترتي. بعد ذلك قم بكتابة الأمر ls أيضا. راح نقوم بتثبيت هذه الأداة الآن بكتابة هذا الأمر. راح تكتب sudo python وتكتب install تقوم باختيار هذا الملف وتقول له انتر. الآن راح تقوم باختيار هنا أيضا، هذه فقط للكالي لينكس واليوبنتو، وهذه هنا راح تختار رقم 1. بعد ذلك تقول له انتر. راح الحين يبدأ بتثبيت هذه الأداة، فقط ننتظر قليلا. مثل ما تلاحظوا هنا تم تثبيت الأداة. الآن لتشغيل الأداة قم بكتابة الأمر، فقط قم بكتابة اسم الأداة ترتي. راح تشتغل عندك الأداة على طول، أو حتى لو كانت تريد تشغيل الأداة فيما بعد أيضا، بعد مثلا إغلاق النظام أو أي شيء وتريد تشغيل هذه الأداة، فقط قم بفتح التيرمينال وقم بكتابة ترتي وراح تشتغل عندك الأداة على طول. يعني ما يحتاج تروح تسوي مثل هذه الخطوات مرة ثانية، فقط هذه مرة واحدة للتثبيت. هنا قم بكتابة الأمر يس. راح ننتظر الحين. مثل ما تلاحظوا هنا الحين الأداة اشتغلت عندنا. الحين راح تكتب الأمر help لاستعراض هذه الأدوات. مثل ما تلاحظ هنا عندك هذه بعض الأدوات التي يمكنك استعمالها. هنا عندك ال IP، ال XSL، SQL، إيميل، سبوف إيميل، SMS، تويتر، كرافت، QR، ZIP، وهنا بعض الأشياء. إن شاء الله راح نشرح هذه الأشياء في الفيديوهات القادمة. وهنا قد نصل إلى نهاية حلقتنا. أتمنى دعمكم بالاشتراك ولايك وكومنتس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.